السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سلامة قيالة وقناة أنام البشرية لتعليم الستائر والمفروشات. قبل ما نبدأ الشرح أدعوكم لدعم القناة حتى نستمر في نشر المزيد. ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو، ده طبعا لو أعجبكم. إحنا ما بنطلبش من حد يعمل إعجاب إلا إذا كان الفيديو عجبه، وتشرفونا بتعليقاتكم الطيبة في خانة التعليقات دعما للقناة حتى نستمر في نشر المزيد. النهاردة إن شاء الله هنشرح طريقة من طرق عمل الكابيتونيه. الكابيتونيه سبق وشرحنا طريقة من الطرق وقلنا ان فيه عدة طرق. سبق وشرحنا طريقة من الطرق والفيديو موجود على القناة، وهسيبه لكم برضو في صندوق الوصف. هسيب لكم رابط الفيديو السابق في صندوق الوصف لمن أراد أن يطلع عليه. والنهاردة دي الطريقة الثانية لعمل الكابيتونيه. فيه طرق أخرى إن شاء الله هنشرح أكثرها احترافية في اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين. يعني احنا شرحنا طريقة بدائية قبل كده، أو طريقة من الطرق ما نقدرش نقول عليها بدائية أو احترافية، لكن هي طريقة من الطرق وكانت باستخدام المسلة والخيط. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على الخشب مباشرة بدون استخدام مسلة أو خيط. والطريقة الثالثة اللي إن شاء الله رب العالمين يعني بقدر المستطاع هحاول أعمل لها فيديو، هي طريقة احترافية للغاية، لكن يعني هنستنى بها شوية لأن طبعا يعني إيه نبدأ السلم كده من أوله. شرحنا طريقة ودي الطريقة الثانية، والطريقة الثالثة اللي هي أكثر احترافية إن شاء الله بوعدكم أقدم لكم فيديو جميل جدا بعد كده إن شاء الله. وبسم الله نبدأ الشرح. طبعا اول شيء بنعمله ان احنا بنقيس الظهر بتاعنا. ده كان كنب قديم، كنت بقوم بتجديده وان شاء الله رب العالمين هنزل لكم الطريقة كاملة لطريقة تحويل الكنب القديم الى ركنة مودرن تليق بالمكان اللي حضراتكم قاعدين فيه. بعد ما قمنا بقياس الظهر اللي عليه الشغل النهاردة ان شاء الله هنقطع قطعة سفنج بقياس الظهر ونقوم بلزقها في الظهر طبعا بالغرة. يعني بنقوم بلزق الاسفنج بالغرة. ده طبعا لا يخفى على كثير من الناس، لكن هي يعني مقدمة لابد منها علشان الناس اللي ما عندهاش فكرة. بعد كده بنقسم الاسفنجة نصفين اتنين، نصف تحت ونصف فوق، نصف شمال ونصف يمين. يعني بنعمل تقاطع في المنتصف بالظبط. بعد كده بنجيب المعين بتاعنا، وسبق قبل كده قلنا المعين على حسب قياس السفنجة. المعين اللي معانا النهاردة 10 في 20، ممكن يكون أكبر من كده ممكن يكون أقل من كده، بس المعلوم إن المعين بتاعي بيكون الأفق بتاعه الرأس بتاعه ضعف الأفق، يعني 10 في 20، 8 في 16، 5 في 10، وهكذا وهكذا وهكذا. وبنبدأ من المنتصف عشان المسافات اللي على الشمال والمسافات اللي على اليمين تتساوى بالظبط. بنبدأ من المنتصف، بنحط المعين بتاعنا وبنبدأ نعلم زي ما حضراتكم شايفين من المنتصف لليمين. بنقدر نحط ونراعي ان المعين يمشي على الخط من الزاويتين الاتنين علشان العلام بتاعي يطلع مظبوط. ده الامر اللي يجب مراعاته، ان الزوايا بتاع المعين تكون على الخط بالظبط علشان العلام اللي فوق واللي تحت يطلعوا مظبوطين. ومش لازم ابدا نعمل 3 خطوط، يعني علشان نعمل 3 غرز مش لازم نعمل 3 خطوط، كفاية خط واحد في المنتصف هو بيحدد لي الخط اللي فوق والخط اللي تحت. بعد ما انتهينا من علام الناحية اليمين بنبدأ برضو من المنتصف باتجاه الناحية الشمال. طبعا ما تنسوش عمل اعجاب للفيديو واشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك في القناة، وتابعوا القناة ان شاء الله تجدوا ما يسركم. طبعا نجيب ماسورة ستارة، ماسورة عادية جدا، حتة ماسورة
20-30 سنتي، ونخرم العلامات اللي احنا علمناها بالمعين بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها بلف الماسورة. الماسورة كان فيها رايش، الحمد لله رب العالمين، عمل جرح بسيط في ايدي. او بنستخدم شنيور، وده سبق وشرحناه قبل كده في الفيديو السابق الخاص بكيفية عمل الكابيتونيه. وطبعا بنخرم الخرم لازم يوصل لتحت، يعني الخرم لازم يوصل لتحت، سواء بنستخدم سفنج 3 سنتي او 5 سنتي او 7 سنتي، عشان الغرزة بتاعتي كل الغرزة ما بقت عميقة كل ال يعني الكسرة بتاعة الغرزة ما طلعت مظبوطة. ودلوقتي ده الشكل النهائي لتخريم العلامات اللي قمنا بتعليمها على شكل معين. بعد كده بنجيب القماش. طبعا الجزء اللي انا نفذته ده كنت صورت فيديو لكن للاسف اتمسح، هنبدأ نصور من جديد ونشرح من جديد. ده بغض النظر عن الوصلة اللي هنعملها، احنا هنشرح يعني من البداية. هنجيب القماش بتاعنا ونقيس القماش بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين. هنغرز القماش في الاخرام اللي عملناها، ونبدأ نعلم بقى. هنقوم بعلام القماش من الغرزة التحتانية، يعني هنبدأ من الغرزة اللي تحت، هنعمل علام عند الغرزة اللي تحت، ونعمل علام في الطرف الثاني مقابل لنفس العلام اللي أخدناه زي ما هو واضح أمام حضراتكم. ودلوقتي هنقوم بتوصيل العلام ببعضه لعمل خط مستقيم. ودلوقتي احنا شغالين على عرض القماش، يعني طول القماش من فوق لتحت، وده الصح ان انا اشتغل على عرض القماش. ده مقرف في عملية التوصيل لان الظهر معايا كبير، فخد 3 وصلات، يعني عندي وصلتين يا رب، يعني 3 اعراض بوصلتين 2. ده بيبقى متعب شوية في التنفيذ، لكن ده الصح ان انت تاخد البرسل من تحت لفوق وعرض القماش يبقى معاك افقي. طبعا في حال اذا كان فيه وصلة بنطول القماش شوية ناحية الوصلة، بنسيب فراغ. بنيجي بقى عند الايه المهم معانا دلوقتي، ان احنا بنيجي عند الخط اللي احنا عملناه اللي علمناه، ونيجي عند اول غرزة. طبعا الخط ده خاص باول غرزة من تحت، تمام. وبنقوم بتسكين القماش في الفتحة او الفتحة اللي احنا عملناها، والضغط بالدباسة وتدبيسه بكل سهولة. دلوقتي لابد ان احنا نمشي على الخط علشان القماش في السطر الثاني والثالث يطلع مظبوط. وبنكرر العملية لحين انتهائنا من السطر الأول. وده طبعا لابد ان انا اراعي الخط، يعني اشتغل على العلام اللي انا علمته على القماش. اقوم بالضغط على القماش بتسكين القماش لحد ما يوصل للخشب من تحت. ودلوقتي بنعدل الكسرة. الكسرة بتبقى مش معدولة، فبنعدلها عشان تكون باصة لتحت زي ما سبق وقلنا قبل كده. بإيدينا كده بالراحة ونعدل الكسرة. ده في السطر الثاني، بحيث إن الكسرة تكون وشها لتحت. بعد كده بالدباسة وبنضغط على الدباسة وندي دبوس. احنا ممكن ندبس على طول بدون ما نعدل الكسرة وبعد كده نعدل الكسرة، بس ده هيبقى فيه مجهود شوية. لكن الافضل ان انا احاول اعدل الكسرة بقدر الامكان، وبعد كده لو في حاجة مش مظبوطة اظبطها بايدي. الكسرة تكون باصة لتحت زي ما حضراتكم شايفين، وده شيء مهم جدا. ودلوقتي انتهينا من السطر الاول والثاني، باقي معانا السطر الثالث. نفس الطريقة هنعدل الكسرة لتحت ونضغط على القماش، نسكن القماش لاخر
اللي حتى يصل إلى الظهر الخشبي، لأن الخرم اللي معانا موصلينه للخشب، لابد إن هو يوصل للخشب. بنعدل الكسرة وبنسكن القماش لحد ما يوصل للظهر الخشبي. وكده السطر الثالث خلص معانا. طبعا التشقيق اللي بنشققه ده انا استخدمت فيه زاوية علشان التشريح يكون مستقيم. ممكن نعلمه قبل كده ودلوقتي عادي، يعني ممكن نعلمه قبل كده قبل ما نشتغل خالص، بحيث ان احنا نشرح على طول. وممكن نستخدم زاوية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. الطرق كتير، يعني ما نقفش على طريقة واحدة. وزي ما انتم شايفين احمد سلامة ماسك المقص وبيقوم بتسكين القماش في الخط المستقيم اللي هو احنا فرغناه على الاسفنج، اللي هو التشقيق اللي احنا عملناه على الاسفنج. ومسألة الوصلة إن شاء الله أنا كنت منوه إن أنا أشرح كيفية توصيل الوصلات ببعضها في الكابوتونيه، لكن الفيديو كان هيطول جدا بينا، فإن شاء الله هنعمل لكم فيديو إن شاء الله لكيفية توصيل الوصلات في الكابوتونيه. لأن هي فيها فكرة بسيطة صغيرة، بس هتاخد وقت عشان أقدر أوصلها أقدر أوصلها كويس لحضراتكم. بعد كده، بعد ما قمنا بتسكين القماش من الأعلى ومن الأسفل، بنقوم بقى بتظبيط القماش وتدبيسه من الخلف بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. وما تستعجلش، ربما تكون معلومة آتية أفضل من معلومة سابقة، فما تستعجلش وتابعوا الفيديو للنهاية. عمل الكابوتونيه بيعتمد على الحس الفني، و لازم يكون عندك تكون لماح، لأنه بيعتمد على إنك تكون لماح. في حاجة قدامك مش معدولة بتحاول تظبطها، في كسرة مش مظبوطة بتحاول تعدلها بإيدك وتظبطها بإيدك. الامر مش ان انت بتدبس وخلاص، لا، في ناس بنشوف الفينش بتاع الكابوتونيه بتاعها في الاخر في حاجات غريبه كده بتبقى ظاهره. زي ما حضراتكم شايفين الشكل اللي قدامكم فيه حاجات غريبه، في كشكشه، في كرمشه، في مش عارف ايه، كل دي بتتظبط بالايد. زي ما حضراتكم شايفين ظبطنا من فوق وبنظبط من تحت، وبعد كده بنلف على الكسرات. لو في كسره مش مظبوطه بنحاول نظبطها بالايد. ما دامت المسافات بتاعتي كويسه والخطوط بتاعتي اللي انا عاملها، علامات المعين اللي انا قمت بتعليمها مظبوطه، في الاخر الكسره اكيد هتطلع مظبوطه. واتمنى ان الكسره دي تكون عجبتكم ويكون الفينش عجبكم. واتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. وبرضه اتمنى عمل اعجاب للفيديو وتعليق طيب في خانة التعليقات. وان شاء الله هسيب لكم رابط الفيديو السابق في صندوق الوصف، وطريقة تحويل الكنب ان شاء الله قريبا هتنزل على القناة. كان معكم سلامة قيالة وقناة انام البشرية، والسلام عليكم ورحمة الله